أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. أسبوع القانون يسهم في رفع الوعي القانوني. تعليب الطماطم في مصنع بانتوم. تدريب أعضاء إدارة الإقليم الأوسط. تدريبات عسكرية ثلاثية بين الصين وروسيا وإيران في بحر العرب. صاروخ بيونغ يانغ يرفع حالة التأهب بطوكيو وسول. فوضى في لندن مع دخول إضراب عمال سكك الحديد يومها الثاني. مرحبا بكم. أوضح سكان مدينة كرن بأن دعم الخدمات القانونية المقدمة في المحاكم بمناسبة الأسبوع الوطني للقانون المنظم من 13 وحتى 18 من مارس ساعد في رفع معرفتهم بالقانون. وذكر السكان بأنهم يستفيدون جيدا من الفرص المتاحة، وقد فهموا بأن الأفضل حل القضايا بالصلح. وأوضح مقدم الآراء بأن المجتمع الإريتري مجتمع متحضر يمتثل للقانون، وأن أسبوع القانون يدعم هذا الإرث. وقال قاضي المحكمة العليا في إقليم عنسبة السيد محمود إدريس محمود إن القانون من أعمدة التعايش بمعرفة الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن الأسبوع القانوني له دور كبير في ترسيخ المعرفة لحل القضايا بالصلح. ينظم أسبوع القانون في البلاد عامة بمختلف الفعاليات. أوضح مدير مصنع بانتوم المقدم تكي ولدو أن المصنع الكائن في ألبو يقوم بتعليب صلصة الطماطم بجلب الطماطم من مشاريع قرست وفيسكو وعد عمر وأفيمبول، ويسهم في خلق فرص العمل. وذكر القيام بالاستعدادات المسبقة للتنفيذ مهام تضاهي موسم الإنتاج، موضحا تنفيذ أعمال فعالة من التجارب المكتسبة. وقال إن أغلب منتجات المصنع تستخدم في الكليات ومركز تدريب الخدمة الوطنية في ساوا والمؤسسات الأخرى، مؤكدا قدرة المصنع لتغطية احتياجات البلاد من صلصة الطماطم إذا وجد الإنتاج الوفير من الطماطم. وأشار إلى مساهمة مصنع بانتوم في خلق فرص العمل لسكان المنطقة وتمهيد الأرضية لاكتساب الشباب العمال الخبرة والتقانة. وأفاد الخبراء العاملون في المصنع اكتساب القدرة والكفاءة لتشغيل المصنع. وأعربت نساء ألبو عن الارتياح لفرص العمل في المصنع الذي مكنتهن من اكتساب ثقافة العمل والتطور. وأشاد مدير مصنع بانتوم المقدم تكي ولدو بمساهمة سكان المنطقة في العناية ونظافة المصنع. تلقى 352 من أعضاء إدارة الإقليم الأوسط دورة تدريبية من أسبوع ل3 أسابيع في مختلف المجالات. وأوضح مسؤول تنمية القدرات البشرية السيد برخت هدسي أن التدريب شمل الإدارة والقيادة والأخلاق والمحاسبة والمكتبات. وقال المدير العام لقسم الإدارة والمالية سيد تكي قلاتي إن الهدف من التدريب تقديم العمل خدمات جيدة، موضحا بأن إدارة الإقليم وضعت برامج تدريب واستشارة بالتعاون مع مركز الكفاءة المؤسسية. من جانبه أوضح حكم الإقليم الأوسط السيد في السهية هايلة أن تنمية القدرات البشرية من أولويات برامج الإدارة. جرت في ضواحي جنوب وشمال منشب وقدقد ووقيرو وود إيلو وشلاشلا ولابا في مديرية شعب حملة تطعيم واسعة للمواشي. وأفاد مراسل إيرنا تطعيم أكثر من 7,000 من الماعز والأقنام والأبقار ضد مختلف الأمراض. وتفيد وزارة الزراعة تنظيم برامج التطعيم المنتظمة سنويا في مديرية شعب.
ضبطت الشرطة بالتعاون مع الشعب أكثر من 1300 حزمة إيقات في مدينة عصب، وتم إحراقها بحضور الجهات المعنية يوم 15 من مارس. أوضح قائد شرطة إقليم جنوب البحر الأحمر المقدم هيلا ميكائيل تسفاغابر الأضرار الصحية والاقتصادية للقات، داعيا الشعب لتعزيز تعاونهم مع الشرطة للسيطرة عليه لكونه أيضا يشجع على الجريمة. وقال إن القات ممنوع قانونيا في البلاد باعتباره من المواد المخدرة، موضحا تسجيل 28 قضايا مرتبطة بالقات في مراكز الشرطة عام 2021، وارتفع عدد الضحايا عام 2022 إلى 49 قضية. وناشد المواطنين لتوخي الحذر وأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم. فاصل من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية البدء في تدريبات عسكرية ثلاثية بين روسيا والصين وإيران في بحر العرب. وكانت القوات البحرية في الجيش الإيراني قد قالت إن المناورات المشتركة تحمل اسم حزام الأمن البحري وستتواصل على مدى 5 أيام. من جانبها قالت وزارة الدفاع الصينية إن التدريبات ستساعد في تعميق التعاون الفعلي بين القوات البحرية للدول المشاركة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المرحلة النشطة من التدريبات ستكون يومي 16 و17 من مارس الجاري، وستشمل مناورات مشتركة مختلفة يجري خلالها قصف بالمدفعية خلال فترات النهار والليل. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات سقط في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، وذلك قبل ساعات فقط من وصول الرئيس الكوري الجنوبي إلى طوكيو لعقد قمة نادرة يتوقع أن تتناول سبل مواجهة بيونغ يانغ المسلحة نوويا. وأجرت كوريا الشمالية عدة عمليات إطلاق للصواريخ هذا الأسبوع وسط تدريبات عسكرية مشتركة مستمرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدينها بيونغ يانغ وتعتبرها أعمالا عدائية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا عابرا للقارات قبالة ساحلها الشرقي، مشيرة إلى أنه حلق مسافة 1000 كيلومترا في مسار مرتفع. وأكدت الحكومة اليابانية أيضا إطلاق الصاروخ العابر للقارات، وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنه حلق لمدة 70 دقيقة على ارتفاع 6000 كيلومتر، وقطع مسافة 1000 كيلومتر قبل أن يسقط على بعد 200 كيلومتر قرب جزيرة أوشيما في هوكويدو بشمال اليابان. تعطلت خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا مرة أخرى بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية، مع استمرار موجة الإضراب الصناعي في الانتشار بسبب خلاف طويل الأمد حول الأجور والوظائف والظروف. وكان من المتوقع تشغيل ما بين 40 إلى 50% من الخدمات، ولكن ستكون هناك اختلافات واسعة عبر الشبكة مع عدم وجود خدمات على الإطلاق في بعض المناطق. وقال مسؤولون نقابيون في تجمع حاشد في لندن حضره عشرات الآلاف من المضربين إن الإضراب بعث برسالة قوية للحكومة بشأن تعاملها مع الخلافات. لقي أكثر من 11 شخص مصرعهم في سلسلة انفجارات وقعت في عدد من مناجم الفحم في بلدية سوتاتوسا وسط كولومبيا. وذكرت صحيفة محلية أن لحظة وقوع الحادث كان داخل المنجم أكثر من 30 عاملا لقي ما يقارب 11 منهم مصرعهم، وبقي 17 عاملا محاصرين في الأنفاق تحت الأرض. وأشارت الصحيفة إلى أن الانفجار الأول في أحد مناجم الفحم في سوتاوز أعقبه سلسلة انفجارات في المناجم الأربعة المجاورة. وأفاد حاكم المقاطعة نيكولاس غارسيا بوستوس بأن الانفجارات التي وقعت في المناجم في بلدة توسوسا
توسا ترجع إلى تراكم الغاز الذي انفجر إثر شرارة حدثتها آدات أحد العمال. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. أسبوع القانون يسهم في رفع الوعي القانوني. تعليب الطماطم في مصنع بامتون. تدريب أعضاء إدارة الإقليم الأوسط. تدريبات عسكرية ثلاثية بين الصين وروسيا وإيران في بحر العرب. صاروخ بيونغ يانغ يرفع حالة التأهب بطوكيو وسول. فوضى في لندن مع دخول إضراب عمال السكك الحديد يومها الثاني. ختام النشرة قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.